بسم الله الرحمن الرحيم. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. جات لكم بقى فيديو حلو، فيديو جديد، يا رب يعجبكم. بصراحه ما كنتش هصور، بس قلت لا لازم اصور. شاركونا بقى الفطار الحلو الجامد ده، الجامد المتين. طبعا بقى نخش نشوف بقى نعمل الفطار ده ازاي. دلوقتي ما كنتش هصور بصراحه، وليا نفسي اصور. حتى كمان عملت البطاطس وعملت فول، فقلت لا لازم اصور كده وتشوفوا بقى احلى فطار شعبي. ده فطار يوم الاجازه يا جماعه، النهارده السبت، وطبعا ولادي قاعدين بقى من المدرسه. فقلت لازم اعمل الفطار ده. يبقى فيه يوم معين كده، عشان يعني ايه يطلعوا ايه يفتكروه. اليوم اللي هم قاعدين فيه. مش شرط مثلا فول وطعميه الكلام ده، لا، اي فطار يعني جهزوا حاجه كده، كله اجازه، عشان دايما الاولاد يبقوا يفتكروا اليوم ده، تتجمعوا على اليوم الاجازه ده كده يعني. المهم، عملت طبعا الفول، ما عملتوش معاكم طبعا، والبطاطس حمرتها. طبعا بقى كنت بحمر بتنجان او بقلي بتنجان. وطبعا قلت بقى انضف جرجير كده وانا واقفه. لازم بقى طبعا الاكل الحرش ده شويه جرجير كده حلوين، واغسلونه ونضاف. إيه، احنا عندنا مطعم هنا في البلد، ف بيعمل طبعا فول وطعميه والكلام ده، فهم كانوا عايزين منه. فبصراحه شغل المطاعم مش زي يعني ايه. بقرف بصراحة من الآخر يعني، مش بوقف رزق حد لأ. وعندي الحاجة بقى في البيت لازم أعمل بقى يعني. هو حاطط فول وطعمية وطماطم والحاجات دي، وأنا برضو عملت زي ما هو عمل بالظبط. ما علينا يعني. طبعا احنا هنا كنا الساعة 11 الصبح. أنا صاحية بدري، بس ما فطرتش بقى، اللي قعدت الفترة دي ما باكلش حاجة عشان أفطر مع ولادي، كانوا في القرآن وجيهم. طبعا جوزي بقى فطر الأول ومشى، فطرش طبعا الكلام اللي احنا بنفطره ده. كل سندوتش وشاي، وشرب شاي يعني ومشى. فطبعا ولادي بقى عايزين فول طعمية بتنجان الكلام ده. على ما خلصت كان الظهر بقول، يعني احنا قاعدين واكلين الظهر بالظبط. هنضف بقى الجرجير، وهنضف هنضف ايه كمان الكزبرة. وهنشوف هنعمل ايه في باقي الفيديو. مش اي افتكاسات يا جماعة، يعني الفيديو مش فيه افتكاسات، الفيديو عادي يعني. فانا قلت بس اشارك ايه معاكم كده اليوم الحلو بتاعنا ده. باقي اليوم هينزل لكم فيديو تاني ان شاء الله بإذن الله. طبعا فرش الشقة، جو ساقعة، وفرشنا طبعا الانتريه، كنا شايلين الفرشة عشان نغسلها وفرشناها. هنشوف ده كله في فيديو تاني ان شاء الله بعد الفيديو ده بإذن الله. طبعا هبقى امسك الجرجير والكزبرة، انقعهم شوية في مية وخل واغسلهم. طبعا دي عجينة في الفريزر، العجينة دي جميلة جميلة جميلة. شوف 3 جميلة. الطعمية دي يا جماعة طعمها حلو جدا، انا اللي عاملاها طبعا، مش شاريها من بره. فلو عايزين الطريقة بتاعتها هسيبها لكم في صندوق الوصف ان شاء الله. او ابحثوا عنها في القناة تلاقوها. طبعا نضيفة، عارفة انت عاملاها ازاي. انا مش عارفة طبعا اجيب لكم وانا بعمل، بحطها في السمسم وكده، فجبتها لكم في الزيت على طول. ان شاء الله كده لما ابقى اجيب ترابيزة جنب البوتاجاز عشان نشوف انا بعمل ايه. حطيت طبعا الطعمية عليها، هي عليها بهاراتها. كنت يعني لما كنت عاملاها كنت حاطة البهارات عليها. حطيت عليها بس كربوناتو، وحطيت عليها ايه سمسم، يعني حطيتها في السمسم كده وبقلاها في الزيت. دايما كده خلوا يوم كده ايه في حياتكم حلو كده، يكون يوم مميز كده. يوم جمعة، يوم سبت اجازة زي النهاردة، يوم في نص الاسبوع برضو ما فيش شغل عندكم كده يعني. يبقى يوم يا جماعة يوم مميز، تقعدوا مع بعض كده يعني، انت وولادك، انت وجوزك، انت وعيلتك. انا بقعد مع ولادي طبعا، ولو جوزي قاعد من الشغل بيقعد معانا. فما بخرجش من البيت اصلا، قليل جدا لو خرجت من البيت رحت عند اهلي، يعني ممكن كل كام شهر مرة، كل كام سنة مرة. كل سنة مرة قصدي. فما بخرجش من البيت، يعني مش عادة اللي انا بخرج على طول. الطعمية كان والله العظيم احلى حاجة في الاكل كله الطعمية بصراحة. انا من عشاق الطعمية جدا، بحب الطعمية جدا يعني.
اقلب بقى الطعمية دي، استنى اما التانيين دول يعني ياخدوا لون من تحت كده. يا جماعة انا خلصت، كان في لسه ايه على البوتاجاز، كان لسه في طعمية على البوتاجاز، فقلت بقى إيه ازين بقى الاطباق كده. البتنجان طبعا ما عملتلوش دقة إيه ولا توم ولا حاجة، لان احنا يعني مش هنبتديها بالتوم كده يعني. حطيت بس كمون وملح والدقة يعني عليه إيه بس، ولا حطيت بقى هريسة الشطة والحاجات دي عشان ولادي لسه انتوا عارفين صغيرين يعرفوا ياكلوه. بصراحة كان طعمه جميل. طبعا قرنين فلفل، كان نفسي بقى لو كان عندي شطة بقى حامية كنت عملت لي انا قرنين كده، بس ما كانش عندي. بس الفلفل ده فيه حراق كده شوية فطعمه حلو. طبعا معايا بقى البطاطس، ودينا بنتي كانت واقفة تناولني. إيه كده بقى يا جماعة الفطار بتاعنا. إيه عملنا الفول والبطاطس والبتنجان والطعمية، وقطعت طبعا جزر وعملت طماطم وعملت فلفل، سلطة كده بس عاملاها شرايح. و شوفوا يا جماعة البتنجان، شوفوا المنظر، الأكل ما شاء الله شكله حلو. مش شرط لحمة وفراخ زي ما قلت لكم. ده على فكرة دي ينفع وجبة غدا. على فكرة أنا أكلت منها فما عدتش هتغدى خلاص، لأن احنا كنا والظهر بقول. فما شاء الله يعني ألف هنا وشفا طبعا على اللي كل. ايه رأيكم في الطبق ده؟ الطبق ده جميل جدا، واحلى حاجه في الاكل كله على فكره طبق الخضار ده. الاكله ما تحلاش الا بالجرجير والعيش بتاعنا الحلو. ندوق بقى قدامكم ولا ايه؟ لازم ندوق. يعني مش معقول هعدي كده الاكل انا بدوق كل حاجه معاكم فلازم ادوق الاكل ده. اتفضلوا معاه طبعا. إيه طبعا شوف كان في ولادي بقى واقفين حواليا وقاعدين نتكلم، بقول انت هتعملي ايه وردين يا بنت؟ عايزه زماني بعمل. حط بقى البتنجان مع الطعميه، اهم حاجه الطعميه. واحط كأن نسيت احط الخيار، يعني الخيار مع الطعمية لذيذ جدا. احط بطاطس واحط جرجير، احط جرجير كده. واو واو يا جماعة، واو على الحلاوة وعلى الطعامة. كده عايزة كوباية شاي سخنة معاها. طعمها حلو، قطمة شاي كده مع شوية شاي، قطمة أكل. سندوتش مع شوية شاي، رهيبة يا جماعة. وطحينة بقى، نسيت الطحينة بس مش مشكلة، هي كده طعمها حلو، جربوها. ايه رأيكم؟ أحلى فطار طبعا. إيه واشوفكم بقى كده بقى. وصلت لنهاية الفيديو بتاعنا مع الفطار الحرش الجميل المصري الأصيل بتاعنا. طبعا المصريين ما بيستغلوش على الفول والطعمية مهما يقولوا يعني. أنا عارفة في ناس ما بتحبش الفول والطعمية، الكلام اللي أنا عاملاه ده، بس أنا بحب الأكلة دي أنا وولادي كتير. ف شوفوا يا جماعة كنت على باكل السندوتش مش عايزة أسيبه بصراحة. السردينة بنت خالته مني. عسى الله عظيم ستة 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 رضا عندك يا رب. اشوفكم بقى ان شاء الله في فيديو تاني، فيديو جديد، ويا رب بقى الفطار بتاعنا يعجبكم. ما تنسوش بقى في اللايك والشير و... واقول لكم مع السلامة، احلى اخوات في الدنيا، وباي باي.